في هذه الحلقة، بعد أن يكون فهد في الكمين، يقوم عمرو بتفتيش سيارته ثم يأمره بالمغادرة. بعد ذلك يفتش سيارة ريكو ليجد بداخلها المخدرات، مما يثير دهشة فهد إذ يكتشف أن الخطة قد تغيرت وتم وضع المخدرات في سيارة ريكو بدلا من مكان آخر. يحاول ريكو الدفاع عن نفسه أمام عمرو، مؤكدا أنه لا يعرف شيئا عن المخدرات، لكن عمرو يقتاده إلى قسم الشرطة. يلاحقه فهد محاولا تهدئته، ويؤكد له أن الأمور ستحل، وأنه سيتحدث مع توفيق التمساح لمعرفة كيف حدث ذلك. في هذه الأثناء تصل راوية إلى القسم بعد أن علمت بما جرى برفقة كناريا. تنهار بالبكاء وتصرح بأن نادر هو من ورط ريكو انتقاما منها لأنها رفضت الزواج به. يفاجأ فهد بكلامها، فتوضح أن نادر تشاجر مع ريكو في الحارة في الليلة السابقة وهدده بأنه سيندم. بناء على ذلك يذهب فهد لمواجهة نادر ويوبخه بشدة، لكن نادر يطالبه بعدم التدخل. في خضم الجدال يصل توفيق التمساح ويسأل عن الأمر، فيخبره فهد بأن ابن نادر تصرف من تلقاء نفسه وأوقع بريكو بسبب رفض راوية الزواج به. يتفاجأ توفيق بالأمر ويواجه نادر، لكن الأخير يبرر فعلته بأن ريكو أهان كرامته علنا. يغضب توفيق من تصرف ابنه لأنه لم يفكر في العواقب، إذ قد يعترف ريكو أمام الشرطة ويورطهم جميعا. في المقابل يصر فهد على إخراج ريكو بأي طريقة، ويهدد توفيق بأنه سيطلق أخته ولن ينسب الجنين إلى اسمه، بل سيجعل ريكو يعترف بأن البضاعة تعود لتوفيق التمساح ونادر. يغادر فهد غاضبا، مما يدفع توفيق إلى الطلب من نادر إيجاد حل سريع عبر التضحية بأحد أفراد مجموعتهم وتحميله المسؤولية تجنبا لفضح أسمائهم. ينفذ نادر الخطة ويطلق سراح ريكو الذي يشعر بالامتنان لفهد بسبب وقوفه إلى جانبه. في مشهد آخر تلتقي فايزة بريكو وتطمئن عليه، مؤكدة أنها كانت مستعدة للتضحية من أجله. يعبر ريكو عن امتنانه لها بكلمات مؤثرة. على صعيد آخر تحاول عجيبة إقناع غلاب بأنها بريئة، لكنه يشك في كلامها. لاحقا يذهب غلاب إلى الطبيب ويسأله عن شكوكه، ليخبره الأخير بكل شيء، موضحا أن عجيبة هي من دبرت مقتل وفاء. يصدم غلاب بالحقيقة ويواجه عجيبة، ثم يعاقبها بأبشع طريقة، حيث يأخذها إلى قفص الذئاب ويتركها هناك لتلقى مصيرها المفجع. في تطور آخر يلتقي نادر بالمعلمة بداره ويخبرها بأنه يعلم أنها تحمل ضغينة ضد فهد لأنه قتل زوجها شامل وشقيقه. يضيف أنه بدوره يريد الانتقام من فهد وأخته، ويعرض عليها التعاون لقتل راوية. توافق بدارة وتقوم بإرسال نساء للاعتداء على راوية وقتلها، ثم يتركون جثتها في الشارع قبل أن يلوذوا بالفرار.